اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. حبايب قلبي عاملين ايه؟ النهاردة اليوم بتاعنا جميل وبسيط وروتين قوي جدا. هنبدأ بالصلاة على سيدنا محمد، هنعمل الفطار بتاعنا زي ما متعودين مع بعضينا. عايزين نصلي على سيدنا محمد ونشترك في القناة وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل الفيديو الجديد ان شاء الله تتفرجوا عليه. تمام يا حبايب قلبي، زي ما انتوا شايفين كده حطيت معلقتين سمن وجبت بيضتين وحطيت عليهم ملح وفلفل اسود، وجيت نازله بيهم على السمن زي ما انتوا شايفين كده. دي طريقه جديده، كل يوم بنسلق بيض، بنعمل بيض بالسمنه. دي طريقه تانية جديده وتغيير زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي. وكان عندي بقى بسم الله الرحمن الرحيم، كان عندنا زيتون وفلفل اخضر مقطعاه وطماطم علشان نعمل وجبنه مبشوره، جبنه رومي مبشوره علشان نعمل احلى طبق بيض على الفطار النهارده ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي، بقول لكم الطماطم ما يكونش فيها ميه، تكون طماطم ناشفه. هننزل بقى بالطماطم وهو البيض لسه كده مستواش عشان يستوي كله ببعضيه. تمام يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين نزلت بالطماطم والفلفل، وبعدين هنزل بالزيتون، واخر حاجة هنزل بيها الجبنة. اي نوع جبنة عندك، يعني مثلا لو عندك جبنة اللي هي الموزاريلا انزلي بيها. انا كان عندي جبنة رومي بشراها زي ما انتوا شايفين كده، نزلت بيها. الحمد لله، حمد ورضا يا رب. هنغير النهاردة في الفطار. ده زيتون كان عندي، هنحطه وهنغطيها 5 دقايق علشان تستوي على نار هادية زي ما انتوا شايفين كده. هنعمل بقى النهاردة بطاطس مسلوقة بالبيض، وهنعمل طبق فول بالزيت الحار، وهنحط جبنة. بسم الله ما شاء الله. الفطار كان جميل جدا، الفطار اللي يسد ويمد معانا. بالهنا والشفا يا حبايبي. وجبة الفطار وجبة أساسية، لازم تفطروا علشان تعرفوا تكملوا اليوم. تمام يا حبايب قلبي، زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. هنا الجبنة اللي انا بشراها اللي هي جبنة رومي. كان طبق البيض كان طعمه لذيذ جدا، جربوه ان شاء الله يعجبكم. تمام يا حبايب قلبي، زي ما انتوا شايفين. عايزاكم ما تنسوش تعملوا اللايك وتشتركوا في القناة. الاشتراك في القناة يا جماعة بيفرق معايا فضلا وليس امرا. تمام يا حبايب قلبي. القناة روتين تشجيعي، تتشجعوا اي حد يتفرج على الفيديو يتشجع وتستفيدوا مني لو بحاجة بسيطة ان شاء الله. خلاص يا حبايب قلبي، هغطيها واسيبها بقى ونشوف هنكمل بعديها. هنا كان عندي بطاطس بالبيض، انا بوريها لكم هنا لما سبتها 5 دقايق. بسم الله ما شاء الله. كانت داخلة على السوا كده، وما تقلقيش مش هتكون لازقة في الطاسة ولا حاجة، لان انت عاملة مسخنة الطاسة كويس، السمنة كويس. هنا سلقت بطاطس وبيض، عملناهم برضو بالسمنة البلدي زي ما انتوا شايفين كده. وهنعمل بقى طبق فول بالزيت والليمون، بالسمنة والليمون. ما شاء الله كان حلو جدا ولذيذ. هنخلص بقى الفطار بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده علشان نشوف ورانا النهارده. بسم الله ما شاء الله. جبنه رومي وقرص وجبنه بالفلفل وطبق البيض. ويلا هنا هنبدا بعد ما فطرنا بالصلاه على سيدنا محمد. هنبدا بقى عندنا شويه مواعين مش كتير، يعني المواعين اللي احنا عملنا بيها الفطار هخلصها اول باول كده علشان نشوف الغدا بتاعنا النهارده ونشوف هنكمل اليوم ازاي. تمام يا حبيب قلبي. قولولي بتتابعوني منين، وشرفتوني ونورتوني في قناتي المتواضعة. انا ام عمر، ودي قناة روتين، طبخ وروتين زي ما انتوا شايفين كده. حبايب قلبي شجعوني، اخواتي في الله، شرفتوني ونورتوني يا حبايب قلبي، بحبكم في الله. خلاص كده يا حبايب قلبي، هنغسل بقى المواعين كالعادة. كل ما نيجي نغسل المواعين لازم نسبح ونستغفر
الاستغفار بغير الأقدار زي ما بيقولوا. نستغفر كتير كتير ونصلي على سيدنا محمد كتير، شفيعي يا رسول الله. ما ننساش يا جماعة بالله عليكم تصلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ونغسل بقى المواعين واسيبكم دقيقة نسبح مع بعض. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى صحبه وسلم. تمام كده يا حبيب قلبي، زي ما انتوا شايفين معايا المواعين مش كتير، كم طبق على كم كوباية، هو مواعين الفطار يعني. بسم الله ما شاء الله. ربنا يديم علينا الصحة كلنا يا حبايب قلبي، ويقويكم يا رب، ويقوي كل ست على بيتها وعلى شغلها يا رب. من اول ما بنقوم لحد ما بننام الحمد لله. ربنا يدينا الصحة كلنا يا رب، اللهم امين. خلاص يا حبايب قلبي خلصنا. دي كنت غالية فيها اللبن، دي حلة اللبن بغلي فيها اللبن، بتكون كويسة على قد الكيلو اللبن. تمام يا حبايب قلبي ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين كده خلاص خلصت المطبخ. هشرب بقى المواعين وارجع لكم تاني على طول، علشان هنعمل النهاردة الغدا بتاعنا جميل ان شاء الله ولذيذ وهيعجبكم وسهل ان شاء الله. هنعمل ايه النهاردة؟ بسم الله ما شاء الله. هنعمل صينية بطاطس بس باللحمة مش بالفراخ، وهنعمل رز بالشعرية، وهنعمل سلطة. وبالهنا والشفا على قلبكم يا حبايب قلبي. كل يوم عايز أكلة، والحمد لله ربنا يدينا النعم يا رب ويرضى علينا يا رب. اللهم لك الحمد يا رب، نعمة وفضل من عندك. زي ما انتوا شايفين كده خلاص يا حبايب قلبي. خلصت المواعين زي ما انتوا شايفين، وهندخل بقى على الغدا بتاعنا الجميل اللذيذ السهل. تمام يا حبايب قلبي. الإضاءة عندي في المطبخ مش قد كده، معلش اسفة سامحوني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. بصراحة لما المواعين تخلص من الحوض بتكون راحة نفسية ما شاء الله. راحتي النفسية لما ما بلاقيش مواعين وراي. تمام يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم في التشجيع؟ بشجعكم عشان اللي عندها مواعين تقوم تغسلها وتخلص اللي وراها. لو انتي ما عملتيش المواعين ما حدش هيعملها. خلصي اول باول عشان ما يتقلش عليك يا حبيبة قلبي. ربنا يديك الصحة يا حبيبتي. تمام يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده. خلاص خلصت بقى المواعين، هسيبها تتصفى ونشوف بقى الغدا بتاعنا النهارده. طبعا وانا بغسل المواعين كان في هدوم، وكان في تطبيق هدوم، وكان في مكوى، بس كل ده من ورا الكاميرا. مش عايزه اطول عليكم الفيديو يعني. هنا دي الطماطم، كنا عاملين طماطم صلصه مع بعضنا امبارح. بسم الله ما شاء الله كانت جميله جدا. هنا نزلت بالبطاطس، كنت عامله بصل وهحط عليها ملح وفلفل اسود وفلفل اخضر عشان صينيه البطاطس بتاعتنا كلها كده بتكون ني كده ما شاء الله. وبصراحه كانت جميله جدا ومسكره، وبالهنا والشفا جربوها ان شاء الله تعجبكم. الطبق ده اتكسر كده من ايدي من غير ما اعرف ليه. يلا الحمد لله خد الشر وراح. زي ما انتوا شايفين كده هنقلبهم. انا طبعا حاطه ملح وفلفل اسود زي ما قلت لكم وفلفل اخضر. ايه رايكم في شكل الصلصه؟ كانت حلوه جدا. اللحمه انا بسلق اللحمه علشان هحطها مستويه، مش هحطها تكون نيه يعني، لا. خلاص كده اللحمه بتاعتنا بنسلقها. نحط لها معلقتين صلصه وبصل وفلفل اسود، بس الملح هحطه لما تستوي ان شاء الله. تمام يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين. بالهنا والشفا على قلبكم يا رب. صينيه اللحمه ليها كذا طريقه بصراحه، دي طريقه سهله من ضمن الطرق. خلاص كده زي ما انتوا شايفين هنحط الغدا بتاعنا النهارده. محبتش اطول عليكم اكتر من كده.
كنت عاملة صينية قلاش هتنزل لكم في فيديو جديد ان شاء الله. رز بالشعرية وسلطة ومخلل وعيش كان جاي طازة وصينية وبالهنا والشفا صينية اللحمة بالبطاطس. بالهنا والشفا على قلبكم يا حبايب قلبي. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.